القدم دي ظالمه جدا، ممكن في لحظه يتنسى لك كل حاجه انت عملتها، ساعتها الكوره بترد عليك رد واحد بس: معلش. لعيبه كتير اتأذت نفسيا من الكوره، واتقال على الموسم بتاعها ان هو موسم عادي عشان لحظات كانت بتفصل ما بينها وما بين ان هي تكون بطله. لو جينا سالنا صلاح مين اكتر حد اذاك نفسيا، اكيد مش هيكون رده ولا السيتي ولا جوارديولا، اكيد رده ساعتها هيكون زميله في الفريق والمنافس الافريقي ليه ساديو ماني. صلاح بعد موسم خسر فيه كل حاجه وطلع فيه من الابطال من دور ال16 قدام ريال مدريد، فتحت له سكه جديده وامل جديد في رد الاعتبار. صلاح دخل الموسم وهو مش شايف حد قدامه. مين دول؟ لعيبه واتفورد؟ افرش. مين ده؟ برناردو سيلفا اللي ما بيعرفش يلعب خماسي؟ افرش. مفيش وقت، عايز اعوض. وفعلا صلاح في دور اول من الدوري الانجليزي وصل لقمه مستواه عشان تيجي اول محطه ليه في الموسم واللي هيقدر من خلالها ان هو ياخد بطاره. عشان يوصل لاول معركه صلاح هيخشها في الموسم افريقيا. صلاح تحت قياده كيروش عرف ان مصر مش هتعرف تهاجم ولا تدافع ولا هتعرف تباصي، ومش هينفع نعتمد على خطه باصي لصلاح، فكان لازم نلاقي خطه جديده وبديله. بقول لك ايه، تعرف تلعب ضربات جزاء؟ انا جايب معايا 4 حراس وعصام الحضري، انا مأمن نفسي. صلاح عينيه لمعت وشاف كيروش مدرب قدر يفهم ان صلاح بيلعب لوحده. قدام كوت ديفوار بنلعب 120 دقيقه وبنوصل لضربات الترجيح، انا معايا زيزو وهي ماشيه. نوصل للمغرب وبنلعب 120 دقيقه، ساعتها صلاح قال لك لا، شغل ضربات الجزاء دي مش هتمشي كل مره، انا لازم اتصرف. قرر صلاح ان هو يعدي من عند الوينج ويباصي لتريزيجيه عشان يحط الجون بتاع الفوز، عشان تتأهل على حساب فريقين اعلى منك في التصنيف ونوصل للبلد المستضيف الكاميرون. وصلاح بيسمع من بعيد ابو بكر بيقول ان هو احسن منه وان وكيل عمله هو اللي ظلمه، ولا ده كان تريزيجيه ولا ايه؟ المهم ونعدي 120 دقيقه تاني وبعد ظلم تحكيمي وبعد تعب واراء كبير وايتو وملاعبين خماسي فاتحينهم على بعض عشان نوصل لضربات الترجيح. انا معايا زيزو وهي ماشيه ونوصل للنهائي اخيرا اللي صلاح مستنيه من اول البطوله. معلش في اقل من شهر صلاح كان عنده فرصه جديده ان هو ينتقم من السنغالي، وبعد ما القرعه وقعتهم مع بعض وكان لازم واحد منهم بس اللي يتاهل، فصلاح قرر ان هو يجدد الامل ويروح استاد القاهره ويحط جون في مندي في اول 10 دقائق، فيفرح ويجري ويحتفل ويطير على السنغال عشان يلعب ماتش العوده، فيخش فيه نفس الجون في اول 10 دقائق، فيزعل ويتقمص ويحط ايده على وسطه ويقف له وقفه تخاذليه من بتاعت اللعيبه الكبار، ونوصل لضربات الجزاء اللي كيروش بيحبها. معلش احنا فكنا من المنتخب، من امتى اصلا احنا بنوصل كاس عالم؟ ويعني هو احنا لما هنوصل هنكسبه؟ احنا نركز في الابطال وفي الدوري. وفعلا صلاح وليفربول في الدوري ماشيين كويس، صلاح هداف الدوري واكتر لاعب عمل اسيستات، وليفربول الفرق ما بينه وما بين السيتي نقطه عشان نوصل للجوله الاخيره اللي هيلاعب فيها السيتي استون فيلا بقياده جيرارد، وليفربول هيلاعب فيها وولفرهامبتون واللي فقد فيها لعيبه ليفربول وكلوب الامل، فحط صلاح على الدكه لحد ما بيشوف في اللوحه ان السيتي خسرانه من استون فيلا 2-0، فيقرر ينزل صلاح فيحط جون الفوز، فيجري ويفرح ويحتفل لحد ما تيجي اللحظه اللي غيرت الدوري كله. معلش على فكره بقى، انت لو دخلت جوه دماغ صلاح وقلبه هتلاقي ان هو ما بيحلمش غير بالابطال. احلى مسا عليك يا الصفرا يا اللي شاغله بالك بيه. انا عامل اداء كويس وواصل للنهائي قدام ريال مدريد، يعني اخيرا هاخد بطاري، ولو خدت البطوله فبنسبه كبيره هاخد احسن لاعب في العالم والبالون دور. وهنا صلاح قرر ان هو يتقمص دور الفنان هاني رمزي في فيلم عايز حقي، ويطلع في التصريحات الصحفيه اللي بيحط فيها ضغط على نفسه وبيقول ان احنا هننتقم. صلاح كان قلبه جايبه، وخصوصا ان ريال مدريد ما كانش بيكسب عشان اداؤه كويس. بنزيما كان بيربط القمطه على ايده وبيخش مش شايف حد قدامه، ويخش ماتش النهائي ويعمل مستوى اسطوري، لكنه بيقابل فيه حارس عملاق اسمه تيبو كورتوا عشان يقابله بكميه لقطات معلشيه ورا بعض. معلش يا صلاح اخويا، هنعوض الموسم الجاي. معلش